حتى ربي سبحانه قال وقول الحق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا. حبيتوا أنتم أيها الشعب أنكم تبدلوا عهد الله؟ يا أيها الشرفاء، هل راكم مستعدين تبدلوا عهد الشهداء بعهد فرنسا والحركة؟ لأن الأمر اليوم راهو بين يا فرنسا يا الجزائر، راهو باين كالشمس وما يشوفوا غير اللي تعبى قلبه. الخيار راهو بين الله والشهداء من جهة وبين فرنسا والحركة من جهة أخرى. هذا بكل بساطة، هذا هو. إذا كان هذا الدستور نوفمبري حقا، فحتما ماكرون هذا اللي راكم تشوفوا شو يدير، فحتى هو نوفمبري، حتى هو نوفمبري، لأنه كلم رئاسة الجمهورية عدة مرات باش يسمعها الشعب الجزائري يعرفها. كلم الرئاسة عدة مرات باش يطمئن على الدستور الجديد ويطمئن على حسن تسويقه للزوالية. إذا كان هذا الدستور نوفمبري بحق، فلا بد أن وزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريون الماسوني الركن نوفمبري. إذا كان هذا الدستور نوفمبري حق، فلا شك أن وزارة الدفاع الفرنسية كذلك هي نوفمبرية. إذا قسنا بالشيء راح يتوجدوا لنا. الشعب الجزائري عمره ولا تحط في موقف حاسم كما اليوم، عمره ولا تحط في موقف كما هذا. حتى انتخابات التسعينات بكل ما ترتب عليها، بكل ما شفناه منها، ماهاش راح تكون بالقساوة نتاع المخرج نتاعها كما المخرج نتاع هذا الدستور هذا. لأن اليوم تمرير هذا الدستور يعني الاعتراف، يعني الاعتراف بأنه اللي قاموا بالثورة المباركة بثورة نوفمبر كانوا على خطأ. اللي قاموا بثورة نوفمبر كانوا على خطأ، ومليون ونصف مليون شهيد راهم مجرد ضحايا حرب أهلية، لأنه حابين يرجعوا الجزائر فرنسية. هذا هو الحق، هذا هو اللي لازم تعرفوه. الشهداء قالوا ما تنساوناش، الشهداء قالوا وصاوا ما تنساوناش، دافعوا على ذاكرتنا، دافعوا على ذاكرتنا، وصاونا والدينا بهذا الشيء كذلك. لهذا رانا حارسين على أمر نوفمبر، لأن نوفمبر روح الثورة الجزائرية، لأن نوفمبر شعلة الثورة والكرامة، لأن هذا نوفمبر عقد الأحرار، عقد الرجالة، عقد الناس اللي تموت وما تحطش رصانها، ما تحبش تراولها حاشاكم. هذا هو نوفمبر الصح، هذا هو نوفمبر. عمي صالح الله يرحمه قائد الأركان كان يصف أعداء الجزائر المتربصين بها بالحفنة الماردة، وكان يذكر الآية الكريمة في خطاباته: ولكم في قصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قصاص، هذا وش نستنى فيه، هذا اللي راهو فيه يستنى فيه الشعب، وهذا اللي لازم يكون. وعليه نقول الآن ونحذر أن الشعب الجزائري كما قلتها آخر مرة، الشعب الجزائري لازم يستنى نفسه ويجد نفسه للتزوير، لأنه قول لا ما راحش يكفي، خاصة أنه فرض حظر التجوال الأخير هذا معناه أنه راح يكون حصار رهيب على المكاتب، حصار رهيب على المحاسبة. لازم الشعب الجزائري يكون واعي. من واجبنا أن نحذر. الانتخاب بلا لا يكفي، لازم نحافظ على الرفض. وبالمناسبة لازم نقول كذلك أن الناس اللي راهي تدعي بالتحفظ، الناس اللي راهي تقول ما لازمش ننتخبوا، نقول للناس هذه راكم غالطين، راكم غالطين في حق الجزائر، راكم تنسحبوا من الساحة بجبن، لأنكم ما راكمش تعرفوا معنى الانتخاب الحقيقي. لو كان هذا الانتخاب هذا
باش ننتخب مجالس أو أمور أخرى نقول عندكم الحق، هذه سياسة ما ندخلش روحي فيها. لكن الانتخاب اليوم باش يسمع العالم كله أننا ما نقبلش العالم الخارجي يحكم فينا. هذا هو المغزى نتاع لا، باش العالم الكل يسمع ويشوف أنه كاين شعب، أنه كاين شعب أبى إلا أن يقول لا، أبى إلا أن يكون حر، أبى إلا أن يعيش كريم شريف. هذا هو مغزى لا، موش نخليها ونروح ما ننتخبش نعارض. لا، لا الآن عنده معنى استقلال، عنده معنى عزة وكرامة. ننتخب بلا لصالح نوفمبر، لأنه مبدأ، لأنه روح الجزائر نوفمبر. على هذيك ما لازمش الناس تهرب من الانتخاب، بالعكس لأنه رسالة قوية لفرنسا. الانسحاب من الانتخاب راهو يصب في صالح الخونة، لأنه جبن، والجبان ما ينفعناش. الجبان ما ينفعناش وما راحش ينفع الجزائر، وعمره ما راح ينفع الجزائر. وعليه نأكد أن كل واحد شريف لازم يسأل نفسه بكل شفافية، يسأل نفسه ويقول واش راهي تستنى من الجزائر. يكون صريح مع نفسه، واش راهي تستنى مني بلادي؟ جنود وضباط الجيش الوطني الشعبي خاوتكم يرفضوا أن تحكم فيهم فرنسا بأي شكل من الأشكال. جنود وضباط الجيش الوطني الشعبي خاوتكم يرفضوا تتسلط عليهم قوى استعمارية باسم العالمية والاحترافية ومسميات أخرى. جنود وضباط الجيش الوطني الشعبي خاوتكم يرفضوا دستور كتبوا ماسوني الهدف الأول والأخير منه قطع حبل التواصل بين الشعب وبين الجيش. حابين يحولوا الجيش هذا الشعبي، حابين يحولوا هذا الجيش الوطني إلى قوة حفظ سلام، قوة حفظ مستعمرة بالوكالة. وهذا شيء مرفوض، هذا شيء مرفوض. جنود وضباط الجيش الوطني الشعبي خاوتكم مع الشعب في تقرير مصيره، وكنس الشرذمة نتاع الحركة بعيد عن الجزائر. يوم 1 نوفمبر موعد مع التاريخ، موعد حاسم مع التاريخ، لأنه موعد مع معركة في غاية الأهمية بين الشعب وبين الخونة، بين الحق وبين الباطل. وإذا الشعب الجزائري أراد العزة ما كان حتى واحد يحبسه. إذا الشعب أراد العزة ما يحللش باش يديها، ما يحللش باش يحترموه، ياخذ الاحترام، يفرض الاحترام. لذلك نقولها بكل عزة من أخواتكم في الجيش الوطني الشعبي: يا شعب أنت رجاء الجزائر، يا شعب أنت رجاء الشهداء، يا شعب أنت رجاء نوفمبر، يا شعب أنت رجاء الجيش، أنت رجاؤنا. تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهداء نوفمبر الأبطال. والسلام عليكم.